اللي ما يعرفش حكايه ايمان واحمد تعالوا احكيها لكم. بصراحه كانت حكايه غريبه شويه، كنت اول مره اسمع حكايه زيها. اقول لكم حكايه ايمان واحمد. مين ايمان واحمد؟ ايمان واحمد دول ايه بقى حكايتهم؟ ايمان كانت مخطوبه لاحمد من سنتين، وكانت الدنيا تمام وحلوه ومفيش اي حاجه وحب سنين من وهم صغيرين مع بعض في المدرسه وكانوا جيران. وايمان عزلت وكان برضو في تواصل ما بينها وما بين احمد لحد ما كبروا وانخطبوا. وقعدوا مخطوبين زي ما قلت لكم سنتين. وكانوا بيحطوا القرش على القرش ويعملوا جمعيات سوا عشان خاطر يجمعوا حق الشقه. وفجأة ومن غير مقدمات بعد سنتين جه احمد قال لإيمان ان الفلوس اتصرفت اللي كانوا بيعملوا بيها جمعية مع بعض علشان خاطر يجمعوا حق الشقة. اتصرفت ازاي؟ والمفروض ان احمد كمان ما كانش يعرف ان هي اتصرفت، هو اتفاجئ. اتصرفت الفلوس ازاي؟ مامة احمد ربنا يشفيها كانت تعبانة، فخدت الفلوس اتعالجت بيها. وبعد كده هي قالت لاحمد. احمد قال لي ايمان اللي حصل، الله اعلم بقى اللي كان داير ما بينهم ايه وقتها، بس المهم ان الموضوع عدى وتمام وخلاص. جه بقى احمد قال لها وكمان ماما بتقترح علينا ان احنا بدل ما ناخد شقه لوحدنا، لا احنا ناخد شقه 3 اوض وماما تاخد فيهم اوضه. ما انا اعترضت، لا هي عايزه تعيش حياه مستقله. هي بتقول ان هي كانت عايشه في بيت اهلها، الحكم بتاع باباها ومامتها، وطبعا زي اي بنت لسه ما اتجوزتش حكمها مش في ايديها، حكم بتاع بابا وماما. صرف النظر عن الحكم، ان دي مملكه مامتها دايره بقوانين وشروط واوامر مامتها. هي عايزه بقى تخرج من الدايره دي، تقعد في مملكتها هي، مملكه تبقى هي اللي بتديرها وبتدير شؤونها وهي كل حاجه فيها، هي الملكه بمعنى اصح. زي ما احنا عارفين ان كل ست فينا بيتها هو مملكتها الخاصه، حتى لو اوضه دي مملكتها، هي حره التصرف فيها. تنام براحتها، تقوم براحتها، تروق ما تروقش على مزاجها. يعني مثلا هي عند بيت مامتها قوانين مامتها، يعني احنا هنصحى الساعه كذا، هنروق الساعه كذا، لازم نعمل اكل، لازم لازم لازم. لما اكون قاعده في بيت لوحدي، طب ما انا ممكن ما بقاش قادره اروق النهارده، خلاص مش هقوم اروق. ما هي خلاص دي حريه شخصيه وفي ايديا انا، مش في ايد حد تاني. انا اللي ممشيها مش حد تاني اللي ممشيها. فبراحتي، انا النهارده عايزه اعمل اكل هعمل، مش عايزه اعمل اكل الو هجيب اكل من بره، ده ان شاء الله هناكل عيش وجبنه براحتي. هنا بقى لما هتعيش مع ام الزوج مش هيبقى عندها مملكه خاصه، هتبقى دايره بقوانين حماتها، ده اساسي ما عليهوش تعليق عشان نضحك على بعض. 3/4 الحموات كده في الاول هيبقوا بيقولوا كلام معسول، وانت بنتي وانت وانت وانت، وبعد كده الهانم لسه نايمه لحد دلوقتي، ده عن رايي. الهانم لسه نايمه لحد دلوقتي، الهانم ما قامتش عملت اكل، الهانم ما روقتش الشقه زي الزريبه، مش هتبقى حقيقة. فأمانة اعترضت. المهم أمانة اعترضت، أنا كنت بقول لكم يعني عن رأيي الشخصي وعن اللي إيمان كانت عايزاه، إن هي عايزة تعيش في مملكتها براحتها، مش عايزة تخرج من حكم الحكم. المهم اختلفوا طبعا، وإن إيمان مصممة على شقة. جت مع طبعا مع الأستاذة رضوى الشربيني، فاتكلمت قالت لها أنا إن شاء الله أوضة، هعيش في أوضة، مش عايزة 3 أوض، أنا عايزة أوضة وصالة. البنت عندها العيب، البنت بتعمل كل حاجة ممكن تتخيلوها عشان خاطر تكمل الجوازة مع اللي بتحبه. تخيلوا ان بنت في الزمان ده بتقولك مش هعيش في اوضه، ده بجد تحيه ليها. وطبعا هنا الخطيب واقف في النص ما بين خطيبه وام،
وهو مش عارف يرضي مين فيهم، بس الاولويه عنده مامته، وده طبعا مفروغ منه. بس هنا الغلط ان احنا من الاول لما جينا اتفقنا ما قلناش يا جماعه احنا هنجيب شقه وهتقعد معانا، لا، كان الكلام ان احنا هنجيب شقه ليهم مستقله خاصه بيهم. بس الكلام ده كله اتغير امتى؟ لما والكلام ده طبعا كله اتغير امتى؟ لما اب الخطيب اتوفى. هنا بقى ام الخطيب غيرت رايها، وان هي عايزه تعيش في ونس، ما تعيش لوحدها عشان هي خايفه من الوحده، ومش عايزه تقعد لوحدها، وان ابنها الصغير ده هو كل حاجه، وهو اللي رايح جاي بيها في المستشفيات وعند الدكاتره وتحاليل واشاعات والكلام ده كله. هنا الخطيبه وافقت ان هي، انا بصراحه ما كنتش معاها في حاجه لما قالت لا ليه السكنه القريبه. لما قالوا لها طيب تسكن في الدور اللي فوقيكي، ناخد شقتين تسكن في الدور اللي فوقيكي، طب تسكن معاكي في الشارع، ما كانتش موافقه. قالت ليه القرب. من هنا لهنا اتنازلت ووافقت، قالت مش مشكله، اهم حاجه ان انا اخر اليوم هنزل اقفل عليا باب شقتي وانام لوحدي. تدخلت ام الخطيب وقالت لا، وهو انا عامله لها ايه عشان خاطر مش عايزه تعيش معايا، ده انا هاخد اوضه في الشقه. قالوا لها طب تمام، بدل ما هنجيب شقه بفلوس قد كده 3 اوض، لا احنا هنجيب شقه بفلوس قد كده اوضه، وانت خدي اوضتين ان شاء الله في اخر الشارع فوقيهم. هي مش معترضه، قالت لا ده ابني، ده كل حياتي، ده روحي وما اقدرش اعيش من غيره، ده هو اساسا من ايام ما كان بابا وعايش كان هو اقرب حد ليا. طيب بس انت كنت موافقه ان هو ياخد شقه بره عادي. طيب عندك ولاد تاني روحي لهم. لا، وانا اقعد ليه عند جوز بنتي لما عندي بيت ابني؟ طب ما يا ست الكل يا حاجه، هو انت دلوقتي مش قاعده في شقه؟ طيب ما الشقه دي ممكن فلوسها تتباع قصدي، وبفلوسها مع لو فايض حاجه من اللي كانت الجمعيه نجمع وتاخدوا شقتين صغيرين جنب بعض. هي معترضه، وانا عامله لك ايه وانت شفتي مني ايه؟ هو انا مش زي امك؟ هو انا وايه؟ ومصممه. طبعا الشاب مهما كان عايز رضا امه، فهو عايز يحل الدنيا وعايز امه توافق ان ياخدوا شقتين، بس هي مصممه على لا. انا معترضه برضو، انت معلش انت ليه فرضه نفسك على الناس؟ هما ابنك نفسه مش عايز يزعلك، بس في نفس الوقت عايز يحل من غير ما انت تزعلي عشان خايف من غضبك، فانت مصممه. طب فوق، طب انا لما اتعب وانا لوحدي، طب في اختراع اسمه موبايل، لا طب ما هو اللي رايح جاي بيا. الخطيبه قالت لها طب ما انا لو هو في اي حاجه انا كده كده هبقى عندك على طول، هعمل لك كل حاجه انت عايزاها، بس في اخر اليوم كل واحد يبقى لوحده. هي مصممه بلا، وانا لو تعبت لوحدي وانا تعبانه مين هيشوفني ومين يديني الدواء؟ يا ست الكل ما في التليفون اتصلي بيهم. طب ما هو اللي بيوديني العياده والمستشفى والتحاليل. طب زي ما كان معاكي تليفون هيكون عندك، وبعدين انتوا يعني اقصى مكان هتبقوا بعاد فيه، بس هتبقوا في نفس الشارع لو ما كنتوش في بيت واحد. لا، هي رافضه رفض تام. لا، وانت شفتي ايه مني؟ انت شفتي ايه مني؟ طب ما هو مش بالعافيه، اصل انا مرتبطه بيه، اصل انا مرتبطه بيه. البنت في الاخر قامت قلعت شبكتها وسابتها له على الترابيزه، بس رجعت خدت منها حاجه مش عارفه خاتم بقى ولا محبس، المهم قالت له ايه؟ حد ما تجيب لي الفلوس. بجد شابولي البنت. هو عمال يقول لها اتنازلي شويه، اتنازلي شويه. وليه انت ومامتك ما تتنازلوش شويه؟ هي ما غلطتش، كان اتفاق من الاول، وهي البنت بتقول عايزه مملكتي، عايزه اعيش بحريتي. وهو على فكره لما اتسال لو الادوار اتبدلت وباباها قال تقعد معايا، هتروح تقعد مع باباها؟ من غير تفكير ثانيه قال لا. قالت له طب ليه؟ قال لها لا طبعا اروح اعيش مع باباها ليه؟ طب وهي كمان مطالبه هي تتنازل ليه؟ يعني انا مش شايفه بصراحه ان هي تتنازل. هي خدت رد فعل على فكره كويس، لان لو ما كانتش خدته دلوقتي واتنازلت، واللي اتنازل مره هيتنازل 100,000 مره. وبصراحه انا وجهه نظري يعني والله اعلم، بس تحليلي للموقف ان الفلوس اتصرفت عن عمد. انت لو كانت اتصرفت عن عمد عشان تحطنا، عشان احنا نتحط تحت امر واقع ان مفيش فلوس،
فالفلوس نجيب شقه كبيره نعيش فيها كلنا. طب لما هو في فلوس نجيب شقه، طب ما انت يا ست الكل قاعده في شقه، خلاص الشقه اللي تيجي تبقى ليهم. او ايا كان كنت قصدك تبيعي شقتك وتجيبوا شقه كبيره، طب ما تجيبوا شقتين صغيرين. هي البنت موافقه. في زمن البنات في عايزه تسكن في 4 اوض، مش في شقه، مش في اوضه. ده بصراحه رايي. وشابوه للبنت اللي عايزينها تتنازل وهم ما يتنازلوش. وام الخطيب كل اللي عليها انت شفتي ايه مني، انت شفتي ايه مني. هي ما فيش واحده هتشوف من حماتها حاجه وهي مخطوبه، زي ما بتشوفش من جوزها حاجه برضو اثناء الخطوبه، وبتشوف بعد كده بقى بتتفاجئ في الجواز. دي حلاوه البدايات. هي البنت نفسها قالت طب انا دلوقتي لو عايزه اشغل مزيكا بصوت عالي وهي بوضعها الصحي ده انا هعمل ايه؟ راحت قالت لا، هي تعمل اللي هي عايزاه، ده بيتها. مش مقتنعه، انا مش مقتنعه. قالوا لها طيب هي لو عايزه مثلا تعزم حد من صحابها اهلها، قالت تقولي وانا هتحجج اليوم ده واروح اشوف واحده من بناتي. طب ما تروحي شوفي واحده من بناتك من غير ما تتحججي ان هي جايبه حد. البنت قالت لا، طب انا استاذن في بيتي ان انا هجيب حد. فطبعا هيبقى الموضوع بعد كده مش هيبقى ظريف. بعد كده ماما جايه لي النهارده، حد من صحابي جاي لي النهارده، هيبقى بعد كده هي مش عارفه تقعد مع اهلها. صرف النظر عن صحابها، مش عارفه تقعد مع اهلها. ويا سلام بقى لو خدت مثلا حد من اهلها ودخلت اوضتهم وقفلت على نفسها، عايزه تتكلم مع مامتها في حاجه مثلا، مع اختها، مع اي حد، اقل حاجه هتتقال. الحلوه قفلت على نفسها الاوضه هي وامها ومعرفش بيقولوا ايه. معايا بقى ولا مش معايا؟ مش ده الكلام اللي هيحصل وبيحصل من ناس كتير. انا من وجهة نظري البنت مش غلطانه، لدرجه ان خطيبها قال احنا اتكلمنا معاها وحاولنا نقنعها وهي مفيش فايده. فبتقولي له طيب ما تقعد مع عند كل واحده من اخواتك اسبوع. قال حاولنا بكل الطرق وهي مفيش فايده. يعني ابنك راخر، يعني عايز يقعد لوحده بس خايف تزعلي منه، بيقول انا خايف ازعلها على اخر ايامها. جماعه الاعمار دي بتاعت ربنا، محدش عارف مين قبل مين، مش بالسن. بس في نفس الوقت انا ما بقولش كده يعني ان حد يزعل امه، لا طبعا، بس الرحمه بالشباب شويه. وبعدين بتقول هو انا بعد ما ربيت وكبرت تيجي واحده تاخده؟ طب ما هي كمان اهلها كبروا وربوا وعلموا وصرفوا، ويجي واحد ياخدها. على كده بقى ما نجوزش ولا بناتنا ولا صبياننا، عشان احنا ربنا. انا معايا ولدين عيني طلعانه معاهم تعليم وتربيه عشان اطلعهم احسن ناس. معنى كده ان لما واحد فيهم يجي يقول لي انا عايزه اخطب، اقول له لا مفيش خطوبه؟ هو انا بعد ما ربيت وعلمت وخليتك مفيش منك ومفيش زيك رايح واحده تاخدك على الجاهز؟ لا، انت هتفضل هنا عايش معايا. هو ده الكلام؟ هو ده الصح؟ زي ما مثلا واحده بقى عندها بنات يجي لها عريس تقول لها لا يا ماما مفيش جوازه، وانا بعد برضو ما ربيت وعلمت وصرفت وشربت واكلت وربيت. واحد يجي ياخدك على الجاهز تاكليه وتشربيه وتخدميه، تقعدي هنا تخدميني. مش ده بقى اللي المفروض ان احنا نعلمه لاولادنا؟ نخليلهم جنبنا؟ ما انت كمان اي ام بتعمل كده. انت كمان على فكره روحتي خدتي واحد من امه، خدتي راجل من امه صرفت عليه وربته وعلمته، ما تلاقيكيش في كسبوزه. يا اما بقى عشان ما نتعبش انا اشوف هجوز ابني لمين وياخدوه من دلوقتي، عشان ما اقولش انا صرفت وربيت وعلمت وكبرت. ايه رايكم؟ انا والله العظيم ما عارفه احنا رايحين على فين. قولوا لي بالله عليكم رايكم في التعليقات، عندي حق ولا ما عنديش حق؟ واذا كانت الخطيبه عندها حق ولا ام الخطيب ولا الخطيب اللي بين نارين، اللي مش عارف يرضي امه ولا يرضي خطيبته. هو ده بصراحه بين نارين.
ماليش لوم عليه، لان هو مش عارف يقنع والدته، وهي مصممه ان هي لازم تعيش معاهم. طب ما انا لما اشوف ابني كده يعني بيقول لي اللي انت عايزاه يا امي، بس في نفس الوقت عمال يقنعني ان هم يعيشوا لوحدهم، طب ما خلاص اسيبهم، اديهم حريتهم، زي ما انا ما كنت زمان صغيره وعروسه وخدت حريتي في شقتي. ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، واسيبكم في حفظ الله، ويا ريت نراعي ولادنا شويه وما نضغطش عليهم، ما نحطهمش بين نارين. ده حب سنتين وسنين فاتوا، بس سنتين خطوبه، وان شاء الله يبقى فيه حل، ويطلعوا زي ما عرضوا علينا مشكلتهم، يطلعوا يعرضوا علينا ان هم ان شاء الله تم الحل من غير تنازل من حد، ويبقى كل الاطراف مرضيين ويعيشوا في هنا وسعاده يا رب، هم وكل اللي زيهم. واسيبكم في حفظ الله، ما تنسوش تقولوا لي تاني رايكم ايه في التعليقات.